أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل صحة وسعادة. النادي الإسماعيلي الحقيقة في الآونة أو في الساعات الأخيرة انتشر موضوع دمج النادي الإسماعيلي مع نادي خاص، وطبعا في كلام كتير سواء من مؤيدين أو معارضين لفكرة الدمج. ولكن خليني بس أنوه لحضراتكم وأقول لكم إن الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية عشان نتكلم ونفضفض وندردش مع بعض فيه، فلو حضرتك بتزهق ولا حاجة ممكن تسرع الفيديو. زي ما بنقول لحضراتكم، فكرة الدمج وهل هو إنقاذ لموقف النادي الإسماعيلي الكارثي ولا هو طمس لهوية النادي وللتاريخ الكبير ده؟ خلينا نتفق إن الموضوع ده مستحيل إن إحنا نتفق عليه، يعني هتلاقي فيه مؤيدين ومعارضين، ولكن خليني أعبر عن استيائي الشديد الحقيقة بسبب اختلاف وجهات النظر. بمعنى ان المؤيد بالنسبة لفكرة الدمج خلاص هو شايف ان وجهة نظره هي الصح، وان اي حد مختلف معاه وان ضد الدمج خلاص بيشوفه بقى ان هو راجل ما بيفهمش حاجة ويفضل يقول كلام الحقيقة بياخدنا لسكة صعبة. كمان لما تيجي تحجز الوضع، اي حد ضد فكرة الدمج خلاص هو شايف ان اللي مؤيد مع الدمج هو مش عايز المصلحة للنادي الاسماعيلي، والناس موافقة على طمس هوية النادي، وان للأسف اختلافنا بياخدنا في سكة مش حلوة. فانا اتمنى ان احنا نختلف في صالح النادي الاسماعيلي. حضرتك متفق او شايف ان فكرة الدمج هي مهمة للنادي الاسماعيلي؟ حضرتك شايف ان فكرة الدمج هي يعني محو لهوية النادي الاسماعيلي؟ خلينا كلنا نختلف لمصلحة النادي الاسماعيلي، وكلنا نوصل لحاجة تكون في الصالح العام للنادي الاسماعيلي. حبيت انوه على النقطة دي، بلاش اختلافنا ياخدنا لسكة مش حلوة، لان احنا في الاول وفي الاخر اكيد بنحب وبنخاف على النادي الاسماعيلي. نقطة كمان حابب أتكلم فيها الحقيقة، لأن لقيت ناس كتير وصفحات كتير بيتكلموا عن فكرة الدمج، ولكن للأسف يعني لما تيجي تسأل الناس دي هل حضرتك عندك فكرة الدمج ده هيتم إزاي؟ طب عندك فكرة حضرتك الناس اللي هتدير النادي الإسماعيلي أو أي من الأندية اللي هتخش تحت سقف الدمج هيتم إدارة الأندية دي إزاي؟ طب عندك مين اللي هيكون موجود من إدارة النادي الإسماعيلي مثلا في شركة الكورة؟ هل الناس اللي هتيجي تخش وتمسك شركة الكورة كام الفلوس اللي هتقدر تصرفها؟ طريقة الإدارة وطريقة الخطة، ومين أصلا اللعيبة اللي هتكون موجودة في الفريق؟ نفترض مثلا فرقة في سين عندها 25 30 لعيب، وفرقة النادي الإسماعيلي عندها يا عم قول 20 25 لعيب. مين اللي هيختار اللعيبة بين هنا وبين هنا؟ مين اللي هيقدر يقيم اللعيبة ويقول إن هي تساوي كام؟ معنى كلامي كله إن الموضوع كبير جدا ولسه مفيش قرار نهائي صدر في القصة دي. فبلاش ان احنا نتفلسف وان احنا بقى نفضل نقول ونعيد ونزيد، وان حضرتك لو جيت سألت اي حد بيتكلم في القصة دي هل انت عندك معلومة او عندك فكرة الامور هيتم مناقشتها ازاي، مش هيرد ومش هيقول اي حاجة. وان للأسف كلنا عمالين ننقل من الصفحات ومن الشخصيات اللي بتكتب في الموضوع ده، ولكن حد عنده معلومة موثوقة هيتم إدارة النادي الإسماعيلي ازاي تحت سقف الدمج، محدش عنده فكرة من النقطة دي. حتى لما تيجي تسمع تصريحات رئيس اللجنة المعينة الأستاذ محمد رائف بيقول لك احنا جالنا كلام ولسه هندرس وفي اجتماعات مستمرة، ولكن مفيش أي حد كشف عن الهوية أو كشف عن الأمور هتمشي ازاي. خلصنا كلام في النقطة دي، تعالوا بقى نروح لمضمون الكلام وهي فكرة الدمج. هل موضوع الدمج ده هيكون مفيد للنادي الإسماعيلي؟ هل الدمج ده هيكون في إنقاذ لمصير النادي الإسماعيلي؟ على الناحية التانية هل الدمج ده هيكون في طمس لهوية النادي؟ هل الدمج ده هيمحي بقى كل السنين اللي فاتت للنادي الإسماعيلي؟ للأسف محدش عنده معلومة كاملة الأمور هتمشي إزاي أو هتروح لفين. هل هي في صالح النادي الإسماعيلي ولا هي مش في صالح النادي الإسماعيلي؟ ولكن خلينا نتفق مبدئيا إن أكيد أي واحد من جمهور النادي الإسماعيلي بيرفض رفض قاطع إن يتحط اسم أي من الأندية جنب النادي الإسماعيلي، لأن إحنا كجمهور للنادي الإسماعيلي اتربينا على حب الكيان ده، بنحب النادي الإسماعيلي من أول ما اتولدنا. ففكرة إن أنت بقى تيجي تبص دلوقتي تلاقي اسم أي من الأندية سيراميكا أو البنك قبل النادي الإسماعيلي أو بعده، فالحقيقة كل جمهور النادي الإسماعيلي هيرفض الكلام ده. ولكن لما تيجي تبص على الناحية التانية، ودي وجهة نظري مش معلومة نهائية، نفترض ان حضرتك مثلا ماسك البنك الاهلي او سيراميكا كليوباترا، واتعرض عليك ان هيتم دمج النادي بتاعك مع نادي اسمه الاسماعيلي، هل حضرتك هتوافق ان انت تلغي اسم سيراميكا كليوباترا او البنك الاهلي نهائيا ويتم دمجه مع الاسماعيلي؟
انا بس بحط حضرتك في الصورة. هل مثلا حضرتك كرئيس نادي بتصرف ملايين الملايين عشان فرقتك اللي موجودة في الدوري الممتاز، هل هتوافق من يوم وليلة الاسم ده يتشال ويتحط مع نادي الاسماعيلي؟ ده اللي انا بحطه قدام حضرتك. لسه هنشوف الناس هتوصل او هتتفق لايه. هل الناس اللي مسؤولة عن الملف ده هتنجح ان هي تقنع رؤساء الاندية؟ ده زي اللي بقول لحضراتكم محدش عارف القصة دي فيه. خليني اقول لك عن وجهة نظري، واتمنى ان حضرتك تقول لي وجهة نظرك في الكومنتات تحت. انا شخصيا مع فكرة الدمج، لان انا شايف ان هي دي السبيل الوحيد لانقاذ النادي الاسماعيلي. ولكن عايز انوه لنقطة ممكن ناس كتيرة ما تاخدش بالها منها، وهي ان ممكن يكون موضوع الدمج ده هو فنكوش، وان ده يعني بيكون استهلاك للوقت المحلي. ولما تيجي ترجع لورا شوية تعرف ان احنا اخدنا وقت كتير جدا جدا في مسألة الاستثمار جوه النادي الاسماعيلي والشركة الاماراتية اللي من المفترض ان هي تكون موجودة جوه النادي، واتفاجئنا او صحينا من النوم لقينا ان مفيش اي حاجة تمت وان النادي الاسماعيلي زي ما هو. نيجي نبص كمان على فكرة القرض اللي كنا بنسمع عنه من ايام مجلس نصر ابو الحسن، وبعد كده سمعنا عنه بعد اللجنة اللي جت مسكت بعد المجلس، وسمعنا كمان اللجنة اللي جت بعد اللجنة ان هم خلاص بصدد الحصول على قرض، وان لحد دلوقتي وخلاص الدوري هينتهي ومفيش اي صرف قرض او اي حاجة. ففي موضوع جديد طلع وهو مسألة الدمج. انا بس اللي بطلبه من جمهور الاسماعيلي ان احنا نركز مع الفرقه دي. احنا خلاص بنتكلم ان فاضل لنا 9 ماتشات على نهايه الدوري. لو النادي الاسماعيلي ما تمش انقاذه ممكن موضوع الدمج ده مثلا لا قدر الله ما يتمش، ونبص نلاقي النادي الاسماعيلي في دوري المحترفين وشكر الله سعيكم. فاللي انا بقوله او ان انا بلفت نظر حضراتكم ان احنا مش عايزين نركز مع مساله الدمج بقى ونبدا نشوف بقى نادي ايه ونادي ايه ونسيب النادي الاسماعيلي وكأن احنا خلاص ضمننا ان النادي الاسماعيلي موجود في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. نرجع سريعا تاني لفكره الدمج. انا قلت لك شخصيا مع مساله الدمج، ولكن بدون المساس نهائيا بهويه وكيان النادي الاسماعيلي. انا واحد رافض رفض نهائي ان يتم وضع اسم اي نادي جنب النادي الاسماعيلي. انا واحد رافض ان احنا نبيع ممتلكات او اصول او استاد او نغير اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاسماعيلي. حضرتك وانت بتسمعني هترد عليا وتقول لي ما هو النادي الاسماعيلي هيهبط، ما هو النادي الاسماعيلي مش لاقي اللي يصرف عليه. هرجع وارد على حضرتك واقول لك ان انا والله موافق على فكرة الدمج، ولكن بشروط. ما ينفعش ان انا اوافق على فكرة الدمج واجيب ناس تانية تغير اسم النادي الاسماعيلي وتغير الهوية وخلاص بقى ننسى 102 سنة في حب النادي الاسماعيلي. فاحنا بنقول ان للاسف مفيش حد بيساعد النادي الاسماعيلي. للاسف الناس كلها سايبه ان النادي الاسماعيلي يواجه مصيره لوحده. عايز اقول لك كمان ان انا مبسوط جدا بالافكار اللي بتطلع من بعض جمهور النادي الاسماعيلي، ان يقول لك ان احنا لازم نعتمد على جمهور النادي لانقاذ الفريق، ان يقول لك مثلا نعمل عضويات والعضويه ب 500 جنيه والناس تساهم في حل الازمه اللي النادي واقع فيها. افكار جميله الحقيقه بنحب ان احنا نسمعها ونتمنى ان هي تتطبق، ولكن احنا بنشوف ان الظروف الحاليه ظروف صعبه جدا، وان مفيش اي حد عايز يقدم ايده لمساعده النادي الاسماعيلي. فبناء عليه اصلا انت خلاص انتهت كل الحلول ومش قدامك اي حاجه. حضرتك ممكن تقول لي يا باشا انا رافض فكره الدمج وخلاص بقى النادي الاسماعيلي يهبط للدرجه الثانيه. ما احنا للاسف النادي الاسماعيلي لو هبط للدرجه الثانيه مش هيطلع، وخلاص بقى محدش هيركز مع النادي، والناس بقى تقول لك يا عم احنا مش عايزين وجع دماغ. فاحنا بنقول ان في توجه من الدولة على حسب كلام السادة المسؤولين او السادة الاعلاميين. هل الامور هتتم بشكل صحيح لانقاذ النادي الاسماعيلي؟ ده اللي احنا نتمناه يحصل مع النادي. بنقول ممنوع منعا باتا المساس بهوية النادي او بتاريخ النادي، لان النادي الاسماعيلي احنا اتعودنا عليه كده بالشكل ده والاسم ده. هينزل درجة رابعة هينزل درجة 20، ولكن بدون المساس لهوية النادي. مرة تانية وتالتة بعيد وبكرر، خلونا نختلف في الصالح العام للنادي الإسماعيلي، بلاش نختلف والموضوع ياخدنا في سكة مش حلوة. أتمنى بقى تقولوا لي وجهة نظركم في الكومنتات تحت. أنت موافق على فكرة الدمج ولكن بشروط؟ أنت حضرتك ضد فكرة الدمج؟ وقول لنا إيه الحلول من وجهة نظرك. إحنا بنتكلم في الفيديو هنا مش من طرف واحد، لا إحنا بنحب نعمل الفيديوهات عشان نتناقش وناخد وجهة نظر حضرتك. مرة تانية بنعتذر إن الفيديو طويل شوية، ولكن أنا نوهت لك في اول الفيديو ان احنا بنحب ندردش مع حضرتك. نهاية يسعدني ان انت تصلي على حبيبك النبي وتدوس لايك للفيديو.